السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف على الدرس 11 من برنامج سويش ماكس 4. تعرفنا في الدرس السابق على الحركة إطار بإطار، واليوم نتعرف على الحركة البينية على خط مستقيم والحركة البينية على خط منحنى. رقم 1 نتعرف عليها الحركة البينية على خط مستقيم. نضيف كائن وليكن هنكتب كلمة الكويت. بعد كده نضغط على السهم التحديد ونختار من الخط الزمني، نضغط عليه ضغطة يمين ونختار insert key frame. بعد كده نحرك الكائن بتاعي إلى النقطة الخط المستقيم ونضغط على play. كده بيتحرك معانا الكائن على خط مستقيم. هنا بعد كده هنتعرف على الحركة البينية على شكل منحنى. نضيف الكائن مرة تانية، نروح على الخط الزمني نضغط insert key frame، نحرك الكائن من موضعه إلى موضع آخر. كمان ممكن نعمل insert key frame في نقطة على الخط الزمني مرة تانية ونحرك الكائن مرة تانية. نضغط على play، الكائن اتحرك على شكل منحنى. أثناء ما الشكل الكويت بيتحرك في خط مستقيم، الكائن التاني اللي هو الدائرة بيتحرك في شكل منحنى. ممكن كمان اختار نقطة على الخط الزمني insert key frame وابدأ ان انا احرك الكائن مرة تانية. طبعا play، الكائن بيتحرك اهوت معانا على شكل منحنى. وبكده نكون قد انتهينا من برنامج سويتش ماكس 4. شكرا.